مجدد مجدي الحسيني. قصدك مجدي مجدد الحسيني. الله، انت قفلت ده ليه؟ عشان عامل عامل زنه شويه. عشان نعرف نتكلم. على فكره الآلة دي اسمها ايه؟ دي هي اسمها موج سنتيتايزر اصلا. في الواقع هي آلة تعتبر امريكية يابانية ايطالية. في ناس طبعا لما سمعوها في حفلة الأستاذ عبد الحليم اعتبروها انها آلة هندي لان فيها صفارة كده، حاجة زي الهندي كده. ستار، صوت الستار الهندي. هي في الواقع حكاية الستار ده دي قصة لطيفة. هي اولا اسمها ميني ايه؟ هي موج سنتيتايزر. موج مش موجي بتاعنا. لا يعني موج سنتيتايزر. والاستاذ عبد الحليم اطلق عليها ميني موج نظرا عشان يبقى الاسم بتاعها مختصر يعني. مختصر. انما انت طلعت اللون الهندي ده ازاي، او اللي كنا احنا بنعتقد انه هندي او الناس بتعتقد انه هندي ازاي؟ هو ناس يعني قالوا لي ايه الآلة الهندية اللي انت، هي طبعا مش آلة هندية طبعا، مش هندية. هي آلة تعتبر امريكية يابانية ايطالية، عمل مشترك يعني. 3 شركات مع بعض. بس في الواقع يعني ال3 شركات ما كانوش عاملين حكاية الصوت الهندي ده بالمرة. لان انا عندي الكتالوج بتاع المكنة نفسها. يعني كان معايا الكتالوج وبنقعد ننقي ايه الصوت ده بيعمل ايه والصوت ده بيعمل ايه. فساعات كان الواحد بالصدفة كده جينا عملنا الصوت الستار الهندي ده. فالناس افتكروه ان دي مكنة هندي او آلة موسيقية هندية. هو عجب الاستاذ عبد الوهاب على اساس انه قريب من الشرقي. هي شرقية. يعني حاجة قريبة من ودننا الشرقي. فقال لي بس دي الصوت ده حلو مكتوب عندك. قلت له لا، ده حاجة اكتشفتوه يعني. اكتشفناها دلوقتي. قال لي ده احفظه كويس وما تقولوش لحد. ده سر يعني زي سر الذرة كده. سر من اسرار الذرة يعني. ورحنا حافظينه فعلا. وجينا عملناه في البروفات بتاعت الاغنية الجديدة بتاعت الاستاذ عبد الحليم اللي هي نبتدي من وفي الواقع يعني الحمد لله عجبت الناس قوي. لا دي حتة الهندي بس برضو هي ما كانش فيها حكاية الهندي دي خالص اطلاقا. يعني تعتبر هي اسمها موج سنتيتايزر على اساس انه بيموج الصوت الثابت يعني تمويج، عملية في صوت ثابت فهو بيموجه يعني. وهتسمعنا ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي زي ما تحبوا. انما انا شايف يعني الجمهور المشاهدين طبعا كلهم منتظرين انهم يسمعوا الاغنيه الجديده بتاعه الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ عبد الحليم وانت كنت يعني فيها. انا هقولها لك بس انا لسه ما حفظتهاش. يا سلام يا سلام. طيب قولوها هنا كده من غير حفظ يعني انا اقولها من غير نحفظها. هي اسمها ايه الاغنيه؟ يعني نبتدي منين الحكايه؟ كلمات الاستاذ محمد حمزه، وطبعا معروف انها من الحان موسيقارنا الكبير محمد عبد الوهاب. طيب يبقى اذا نبتدي الحكايه. بس طبعا في السولوهات بتاعت الفرقه هضطر اقولها. وطبعا دي لن تغني عن حلاوه الفرقه المسيحيه. طبعا يعني فارجو ان الناس يتقبلوها. لا ان شاء الله. اتفضل. شكرا.
ها ايه رايك بقى؟ يا سلام يا سلام، مفيش ابدع من كده. تقول يا اخي عينيا فتحت قد شوف كده. بقى الحمد لله ده عينيك بقت